السلام عليكم. ربنا سبحانه وتعالى عامل الفقرات بتاعة الرقبة عبارة عن مكعبات فوق بعضها، ما بين كل مكعب ومكعب فيه غضروف. الغضروف ده معدي من وراه جذور الأعصاب اللي بتنزل عشان تغذي الدراعين، فالعيان لما بيحصل له انزلاق غضروفي بيجي يشتكي من وجع في رقبته، مسمع ما بين لوحين الكتف، مسمع في العضلات بتاعة الرقبة من هنا وعضلات الكتف، ونازل على الدراع وبينزل لحد طراطيف الصوابع. كل منطقة في الدراع بيبقى ليها العصب اللي بيغذيها، حاجة كده عاملة زي سلوك الكهرباء اللي في سكينة الكهرباء اللي في مدخل الشقة، وكل سلك بيروح يغذي أوضة معينة. فلما الغضروف بيتزحلق بيضغط على العصب اللي بيغذي الدراع، فالعين يحس وجع في الرقبة نازل على دراعه، ويزيد في حتة معينة اللي قصاد الغضروف الأكبر اللي ضاغط على العصب. طيب، ازاي بنشخص العيان؟ اول حاجه عن طريق الشكوى زي ما شرحنا، تاني حاجه عن طريق الفحص الطبي. الفحص الطبي في العياده ده اهم حاجه، وده اللي بناخد عليه القرار الاكبر. هل العيان ده يستفاد لو اتعمل العمليه، ولا في لسه امل في العلاج والعلاج الدوائي اللي هو العلاج التحفظي من غير عمليات؟ فاذا الفحص الطبي في العياده هو الاهم، واللي بناخد عليه القرار الاهم للعيان. طيب، معانا حاجات بتساعدنا زي أشعة الرنين المغناطيسي اللي بتحدد درجة الانزلاق الغضروفي، بتحدد مستوى الانزلاق الغضروفي هو في أنهي غضروف بالظبط، وعدد الغضاريف المتزحلقة، لأن في الغالب ما بيكونش غضروف واحد، بيبقى أكتر من غضروف. طيب، العلاج بيبقى عمليات؟ لا طبعا، زي ما بنقول دايما إن أغلب الحالات بتتحسن جدا مع العلاج ومع العلاج الطبيعي. النسبة الأقل اللي ما بترتاحش من رحمة ربنا ان العمليات موجودة علشان خاطر لما نعملها يرتاحوا، لان نسبة نجاح عمليات الغضروف العنقي تتجاوز 90%. تتعمل بالميكروسكوب فتحة صغيرة في الرقبة، نقدر نشيل الغضروف خالص ونركب مكانه دعامة او قفص كربوني زي ما الناس بتسميه، وتبقى المشكلة انتهت للأبد. افتكر دايما انك هتعيش مرة واحدة، حاول تعيشها بصحة وسعادة على قد ما تقدر، وافتكروا دايما ان الامل موجود. والسلام عليكم.